سعدتم أوقاتا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي بعنوان ثقافة وطبائع سكان جبل الأكراد في محافظات اللاذقية، ريف إدلب وحما. الأستاذ منصور حسنو من جبل الأكراد، تعرفت عليه من جديد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فأحببت أن أستضيفه بعد أن قرأت له منشورا جميلا جدا يتحدث فيه عن كرديته وافتخاره بكرديته. فمرحبا بك أستاذ منصور. أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد جدا بمعرفتك وأرحب أيضا بالمشاهدين والمستمعين الأكراد والعرب سيا. طبعا سر شعبة. أستاذ منصور، بداية أنت من أي قرية في جبل الأكراد؟ اسمي منصور حسنو، من قرية اسمها مزين بفتح الميم وكسر الزين المشددة، لأنه الناس تقرأها غلط أحيانا، مزين ما بعرف إيش. لا، فلاحظت أن أهل مزين يرفضون أن تسمى قريتهم إلا باللحن الصحيح مزين. هذه القرية تبعد عن اللاذقية، مدينة اللاذقية، تقريبا 35 إلى 40 كيلومتر، وهي من أجمل القرى، ليس لأنها موطني أو مسقط رأسي، ولكن فعلا هذه القرية جميلة جدا وتتبع لمنطقة الكل متفق على أن هذه المنطقة اسمها جبل الأكراد، يعني دون زيادة أو نقصان. حتى علماء الاستشراق الذين درسوا اللاذقية سواء عند الاستعمار الفرنسي، في مرحلة الاستعمار الفرنسي، اسمه جبل الأكراد. أكراد يعني هذا الاسم متفق عليه عند المستعمر الأجنبي أو حتى عند النظام السوري، يعني في المؤسسات، أنه هذا اسمه جبل الأكراد، وإن كان الخراج قيد مكتوب عليه عربي سوري رغما عنك، ولكن اسمه جبل الأكراد في العرف يعني. نعم. مزين ربما متأتية من الاسم الكردي مسين، أي الإبريق، إبريق الماء، نحن نقول عنه مسين ربما. والله احتمال كبير والله، لأنه فيها كثير من الينابيع يعني والأنهار. بعد ذلك سوف تخبرنا عن نبع قامشلو، حيث أنت نشرت على صفحتك. نعم. دعني أسألك عن دراستك باختصار. أنا تولد 1 نيسان 1974. عندما درست في قرية علوية، حتى أبين لك، أنا من جبل الأكراد، وجبل الأكراد لم يكن فيه ثانوية إلا ثانوية واحدة بعيدة جدا في أعلى الجبال في سلمى، ما جعل أبي يسجلني في قرية علوية اسمها وطل خان، ولكن في العرف اسمها كفرية التحتانية، يعني في عندنا كفرية الفوقانية وكفرية التحتانية. فأبي سجلني في هذه المدرسة، فكنت أمشي كل يوم 5 كيلومتر مشيا، وبالسيارة عبارة عن ربع ساعة تقريبا في الميكرو أو بالباص إلى هذه المدرسة. وأخذت شهادة الثانوية العلمي، ثم تطوعت في الجيش العربي السوري في الكلية الجوية في رسم العبود، وتخرجت برتبة ملازم، وخدمت في مطار حلب الدولي في مكان اسمه مصنع تعمير الطائرات، يعني كانوا يعملون تطويل لعمر الطائرة اللي بحاجة للصيانة، يعني يعطوها شيء من الحيوية الجديدة أو الصيانة. إلى أن جاء الوقت الذي كان يجب أن أترفع فيه لنقيب. تم زجي في سجن صدنايا، وبقيت في السجن إلى أن استلم بشار الأسد الحكم عن أبيه، فخفض الحكم من 6 سنوات إلى 4 سنوات، ولكن الحمد لله خرجت بعد 2 ويومين. الحمد لله بعد سلام. ذلك، ونتيجة البقاء في سجن صدنايا أخي علي، أخي الكريم، في صدنايا وجدت أن هناك في مشكلة في سوريا. هذه المشكلة تتعلق في الفكر والثقافة والفلسفة، ما جعلني أدرس الفلسفة وأغادر مزين أو اللاذقية إلى دمشق، وهناك درست وحصلت على إجازة في الفلسفة.
وفي قسم تابع لجامعة الأزهر طبعا، ودرست في مدرسة خاصة إلى أن تم كشف أمري. عرف الأمن أنني أدرس في هذه المدرسة، ما جعل أيضا مدير المدرسة وهي مدرسة شهيرة جدا، يعني مدرسة المحسنية، الكل يعرف مدرسة المحسنية التي بناها الشيخ محسن الأمين في سوق مدحت باشا. أيضا الأمن قام بين قوسين بطردي من التعليم مرة أخرى. طيب نعم. أستاذ، هل لك أن تحدثنا عن جغرافية جبل الأكراد، امتداده؟ نعم. يعني هناك شيء متفق عليه في حدود جبل الأكراد، وهناك شيء مختلف عليه. المتفق عليه أن جبل الأكراد يحده أستراد أو طريق حلب اللاذقية، وما يعني فينا نقول في الاتجاه الشرقي لهذا الأستراد يقع مجموعة من القرى. هذه القرى متفق عليها أنها أكراد. المختلف عليه القرى التي تقع مثلا غرب الأستراد مثل بدامة على سبيل المثال. هناك بعض المثقفين الذين أعرفهم من بدامة اللي هي أعداد سكانها كبير جدا يقولون نعم نحن أكراد، ولكن هناك أناس ينكرون هذه الهوية. ولكن قرى جبل الأكراد الذين يفتخرون بعشائرهم وانتمائهم وأجدادهم في هذه القرى التي أذكرها لك على سبيل المثال: دورين، سلمى، مزين، طعومة، دويركة، عكو، آرة، كفرتة. هذه القرى اللي مجموعة ممكن نقول 100,000 نسمة وأكثر، لأنه في ناس أيضا هاجروا إلى المدينة وسكنوا في اللاذقية. يعني التعداد ممكن نقول من 100,000 إلى 130,000 نسمة. هدول فينا نقول لا خلاف أن هذه قرى كردية، وقد تصل إلى يعني إذا واحد زار سلونفي أو عرامو، يعني حتى تلك الحدود هناك قرى يمكن أن تطل عليها على حما، هذه قرى كردية، وصولا إلى ريف جسر الشغور مثل دوير الكراد. يعني دوير الكراد هي تسمية تحريفية، هو دوير الأكراد اسمه. مثل أخي علي على سبيل المثال، في ناس إذا تذكر أول الثورة في ناس بالإعلاميين يخطئون يقولون كفر نبول. هي ما كفر نبول، الناس تقول كفرنبل، يدغمون الكلمتين مع بعض. فالإدغام لا يعني أن تلغي التسمية، كما فعل أحد الأخوة الذين تعرفه جيدا عندما سمى جبل الكراد. في الكتابة لا يجب أن تسمى جبل الكراد، لأن هذه كلمة لا معنى لها. هذه كلمة تستعمل في اللغة الدارجة الشعبية جبل الكراد، لكن هو اسمه جبل الأكراد. يعني التعريف ضرورية، لأنك عندما تزيح التعريف من هذا المسمى كأنك يعني تشير بطريقة بنية حسنة أو بنية سيئة أنه نحن لا نعرف ما هي هويتنا، وهي مشكلة بصراحة. نعم، إذا كما فهمت منك جبل الأكراد يمتد من اللاذقية إلى ريف نعم. إدلب، ويشمل أيضا قرى كثيرة نعم. من حما. أعتقد طبعا. كما قال لي الكرد في حما بأنهم 27 قرية في الريف إضافة إلى الكرد في المدينة. طيب، برأيك سبب تسمية الجبل بهذا الاسم؟ أنا مضطر أن أسألك أسئلة أعرف جوابها، ولكن كي يفهم الكثير من الأخوة. أنا الجواب سهل جدا أخي علي. أنا متعمق في هذه الدراسات لدرجة أنه يعني أبحث في بعض المصطلحات اللغوية، لأن من اللغة تستطيع أن تفهم أشياء كثيرة. يعني حتى أنت عندما تدرس ثقافة شعب ما وتعرف أن في هذا الشعب على سبيل المثال هناك شتيمة اسمها ورصاص. كلمة ورصاص تعني أنه في عنف داخل هذا المجتمع. فهمت علي الفكرة؟ يعني عندما تجد مفردة تستعمل بشكل كبير في مجتمع، أي مجتمع كان، فيجب أن تبني على أن هذه المفردة اللغوية يمكن أن تكتشف منها شيء يفيدك في فهم هذا المجتمع. نأتي إلى جبل الأكراد على سبيل المثال.
أهل اللاذقية عندما يأتي إليهم ضيف من جس الشغور أو إدلب أو ريف حلب ويستوطن اللاذقية يقولون عنه شريقي. ماذا يقولون عنه؟ شريتي. شريقي يعني من الشرق، شريقي، شريقي. تمام. أيوة، وهو تعبير ربما يكون عنصري أو تمييزي، بمعنى أنه هذا ليس من أهل المدينة، اسمعوا يا قوم هذا ليس من أهل اللاذقية. طبعا هو للأسف الشديد تعبير عنصري. بينما أهل جبل الأكراد عندما ينزلون إلى اللاذقية ويستوطنون فيها لا يقال عنهم الشريقي، بل يقال جاء من جبل الأكراد، هذا كردي، أنتم أكراد. هذا ما تعارف عليه أهل اللاذقية. عندما تراجع الأفرع الأمنية أو مؤسسات الدولة، من وين أنت؟ مزين، جبل الأكراد. يعني حتى لو ما موجود في الأوراق في الببير أنه أنت من جبل الأكراد، عندما يعرف بيتحسنوا أنتم من جبل الأكراد. أنت من قرية وادي الشيخان، أنتم من جبل الأكراد. يعني حتى الأمن يعترف أنه هذه المنطقة كردية. هذا الأمن البعثي. فكيف إذا خضنا أكثر في التاريخ ودرسنا كيف جاء هذا الشعب وكيف استوطن هذا الشعب، سوف نكتشف كثير من المعلومات التي تثبت أن هوية الجبل كردية. أنا حتى لا يفهم كلامي خطأ أخي علي، كل الشعوب تدرس تاريخها وتفتخر به. يعني حتى الألمان هناك الألمان يقولون هذه اللغة ألمانية عليا وهذه لغة ألمانية سفلى. يعني لا الشعوب المتطورة لا تستعير أو تتأفف من دراسة تاريخها. فهمت علي؟ لا أحد، يعني هذا تاريخ. لماذا عندما تطرح القضية الكردية أو الهوية الكردية على محط البحث أو على طاولة التشريح، الكل تتضخم أذنه ويطول لسانه، وكأن الأكراد دائما لازم ينظر إليهم على أنهم نخب ثالث ولا يحق لهم أن يفتخروا بهويتهم الكردية. هذه مشكلة. وللأمانة أقول لك أنا لا أجامل. أنا عندما أقرأ يعني يعرفني الناس أنني أتحدث العربية فيقولوا ربما هذا عربي، ينظرون نظرة دونية إلى الكردي، يعني نخب ثاني، يعني هو مواطن درجة ثانية حتى هون في أوروبا. فهذه مشكلة حقيقية. يعني نحن بشر. وعلى الناس يعني في القرن 21 من المعيب جدا أن تنظر إلى الناس على أنهم ليسوا سواسية. فكيف إذا كنت تقول أنك ابن هذا الدين وهذا الإسلام الذي يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وكل الإنسان سواسية كأسنان المشط. يعني نحن حتى الأدبيات التي نفتخر بها في ديننا نخالفها عندما ندخل إلى القضية الكردية. وأنت تذكر عندما قامت انتفاضة 2004، يعني الشارع السوري بشكل عام لا بقلم بدون دولة، هالعرصات يعني بين قوسين، صح ولا لا؟ هذا هو، يعني بدهم دولة رغم أنه الناس نفسها تعاني من الاستبداد وتعاني من الظلم والفقر الشديد، ومع ذلك عندما تخرج إلى السطح القضية الكردي الكل يصبح يعني بعثي أكثر من البعثيين. أنا على سبيل المثال بدي أعطيك حتى لا أتهم أني متحيز، ما رح أجيب سيرة قرية مزين، قرية واحدة اسمها دوير الأكراد. دوير الأكراد العائلات اللي فيها قاسمو، سلو، باجيكو، ديكو، جنديكو، ديبو، كنجو، مسطو، حمدو، خليلو، مامو، شيخو. يعني هل هذا التشابه بين الفاميليا نعبه بنسميه بالألماني، يعني الاسم العائلي، هل هذا جاء صدفة؟ يعني عندما نحن نقول انه الارمن دائما اخي الكني هذا هذا كنيته ارمني، اجوبيان، شركسيان، سيميرميان، عندما ياتي هذا الوزن في العائله لاي عائله سوريه نقول هذا ارمني، صح ولا لا؟ صح. فهناك بعض الامور التي تشير على ان جذور هذه العائلات كرديه قولا واحدا. بل اني ازعم ان حتى العلويين الذين تنتهي عائلتهم بهذا هم من اصل كردي. يعني ادركوا ذلك ام لم يدركوا؟ صح. لذلك
أريد أن أسألك عن تاريخ مجيء الكرد إلى جبل الأكراد، استيطانهم فيها. نعم. والله أنا بحسب، ربما سوف تسمع رأي جديد يعني لم تسمعه من قبل، لأنه أنا ما أحب يعني أن ألقي بالكلام جزافا، لكن أنا برأيي الأكراد جاءوا على مرحلتين. مرحلة أولى لها علاقة في الحروب الصليبية أمام الدولة الأيوبي، وهناك ناس أصليين ضمن هذا الجبل، لأنه لدينا أخي علي في جبل الأكراد آثار ما قبل رومانية. لدينا آثار تدل على الحياة ما قبل الرومانية، ولو كانت قرية مزين على سبيل المثال في فرنسا أو في ألمانيا لرأيت مجموعة من الأنثروبولوجيين والعلماء الآثار يعني يريدون أن يكتشفوا شيء. لماذا هذه الحجرة بهذا الشكل؟ لماذا هناك ألعاب ضمن الحجارة؟ هناك يعني واضح في عندنا نواغيص، يعني مثل بيوت التي ذكرت في القرآن، وتتخذون من الجبال بيوتا لعلكم تعرشون. يعني في آية أنه الناس اتخذت من الجبال بيوتا، نحن لدينا بيوت في ضمن الجبال، ولدينا آبار تدل على أنه في حياة بشرية قديمة جدا في هذه المنطقة. لكن ما هي أصولهم برأيي هذا موضوع كبير جدا. لكن هناك حملة كبيرة ضمن الدولة الأيوبية استوت، وكانت من سياسة صلاح الدين، وهي سياسة أنا برأيي تعلمها صلاح الدين من عمر بن الخطاب، لأنه عمر بن الخطاب كانت سياسته في الفتوحات أن يجعل الجنود نفسهم عندما يدخلون إلى مكان يستوطنون في هذا المكان ويستصلحون الأراضي. فعلى ما يبدو أنه الدولة الأيوبية كانت تعتمد على نفس النهج، منا أنه هدول تابعين لنا، هدول الناس ثقة تابعين لنا، ومنا أنه كمان بيستصلحوا هذه الأراضي وهذه الجبال. فقولا واحدا، من شوف أخي علي، هناك في ألمانيا في علماء يعني علماء علم الإنسان لا يخجلون من أن يقولوا الكرد يعني العرق الآري له شكل معين، العرق الذي ينتمي إلى الصين أو الهندوس أو الإنسان الذي ينتمي إلى حضارة الآنكا، فهمت علي؟ هناك علماء لا يرون حرجا في هذا الأمر أن يقولون حتى شكل الدماغ، حتى المصري الفرعوني كيف شكل دماغه، كيف يعني قوامه، هذا الأمور لا. نحن للأسف الشديد في الدراسات الشرقية ما موجود هذا الأمر، لأنه يرى حتى الناس ترى هذا الأمر عيب، يا لطيف إنه هذا كيف شكل الرأس فمن يدقق في أشكال الناس الذين يسكنون في جبل الأكراد يرى أن هناك ملامح معينة وخصائص معينة تجعل هذه الهوية تختلف في شكلها وفي يعني هو الهوية بالأخير شو هي؟ الهوية هي شكل، أيضا شكل فيزيائي وليس معنى روحي أو معنى هوياتي فقط، هي مرتبطة أيضا في الهوية، في اللسان وفي الشكل وفي الجسد وفي طرق التعبير وفي الفلكلور وفي الثقافة، هذه الهوية. نعم، أنا باعتقادي أن كما قلت أنت على أكثر من مرحلة صلاح الدين الأيوبي، ولكن أعتقد بأن قبل صلاح الدين الأيوبي بآلاف السنين كان هنالك الكرد، حيث الخوريون كانوا يحكمون سوريا، أو الهوريون، أو كما يسميهم العرب الحوريون الكرد. طيب، هل حافظ الكرد في جبل الأكراد على أصلهم الكردي، أم استعربوا البعض منهم أو الكثير منهم؟ هلا أنا برأيي موضوع اللغة للأسف نحن أمة لا توثق شيء. يعني حتى الآن مثلا أنا عندما أتحدث مع رجل كبير في السن عمره مثلا 90 سنة أقول له يا عمي هذه الفكرة، هذه الكلمة من وين اجت؟ قال لي شو بدك وجعت هالراس؟ لشو بدك توصل؟ فأنا أيضا مرة سألت واحد قائم على صفحة تتعلق بجبل الأكراد، قلت له
كبار السن في جبل الأكرادي يعني بدأنا نفتقدهم. أنت تعرف الآن 12 سنة من الحرب السورية ومن الأزمة ومن الكارثة. فقلت لهم هؤلاء الكبار في السن هذول الثروة لنا، علينا أن نسألهم عن بعض الأمور حتى ما تروح مننا. فقلت له الرجاء أن تكتب على صفحة الفيسبوك متى كان تأسيس أول مسجد في جبل الأكراد، لأن المساجد جديدة في جبل الأكراد. وهذه معلومة يعني مهمة جدا بالنسبة للباحث، لأنه أي مجتمع بشري عندما يتجمع ويتكون، أول ما يفكر به الشيء الروحي الذي يجمع هذه الجماعة البشرية. صح. لذلك هون في أوروبا لا تجد قرية أو مدينة إلا والكنائس فيها في كل مكان، صح ولا لا؟ صح. أليس عجيب أن نقول أن في جبل الأكراد هناك شعوب وجماعات، ولكن المساجد أقدم مسجد ربما يكون عمره ربما فقط 100 سنة. يعني هذه معلومة خطيرة، يمكن أن نكتشف شيء معين من خلالها. لماذا؟ هل كان يعني الدين رح نقول بين قوسين رخوا عند تلك الجماعات، بمعنى الإسلام ليس حاضر وإنما هو اكتفاء بالعمل الزراعي وإنه نحن نعبد الله؟ هل ربما كانوا على ديانة غير الإسلام؟ هذا السؤال الثاني. هل من الممكن أن تكون ديانتهم باطنية؟ هل من الممكن أن يكون متأثرين بالصابئة أو الإزيدية أو الديانة الكردية، يعني الجماعة الأقلية الكردية؟ لا نعرف. يعني هذا السؤال مهم، وهذا لا يعني أنني ضد الإسلام، بالعكس الحمد لله يكتر خير للي عمرونا المساجد يا سيدي. ولكن أريد، لماذا هذه الجماعات البشرية لم تفكر أول ما تجمعت في جبل الأكراد أن تنشئ مسجدا ولو صغيرا من 5 أمتار؟ هذه يعني في الحقيقة شيء ملفت للنظر ويجب البحث عنه. صح. والإجابة عنه. صح. وبرأيي أنا بحب موضوع اللغة ليس فقط اللغة السبب. أستاذ، الأصل نعم. الكردي. الأصل الكردي، نعم. يعني هل حافظوا على أصلهم الكردي؟ نحن كرد لكن نسينا اللغة مثلا. هذا لا شك في ذلك. لا شك في ذلك. يعني عندما يجلس الحفيد في قرية مزين مع جده، أو الحفيد في قرية دورين، أو الحفيد في قرية سلمة، فيسأل جده هلا نحن أكراد جده؟ بقولوا لكن شو لك ولا نحن؟ ولك شو نحن لك؟ فهمت علي؟ يعني أنا جدي يقول هذا الجب، ولكن شو نحن لك؟ وانتبه لهذا الكلام. ولك شو نحن لكن؟ يعني شو معناته إذا أنت عم تعريني من ثيابي، إذا أنت بتقول أنا ماني كردي، معناته أنت نزعت هويتي. ما خالص أنا، لأنه ما في نقول عن حالي عربي، لأنه أنا كردي معروف أصلي وكيف جيت وشو عشيرتي وشو انتمائي. أما نسيان اللغة فللأسف الشديد، أنت تعرف أنه لما بنحكي نحن على القرن السادس عشر، يعني القرون الوسطى، إذا كانت المدن لم تكن متطورة بهذا الشكل، فكيف في قرى نائية تجمعات صغيرة؟ يعني نحن الآن عم نقول عن ضيعة الآن عدد سكانه 1000 نسمة إلى 3000 نسمة، هذا هو الوسط في جبال الأكراد. فلك أن تتخيل معناتها هذه القرية في القرن السابع عشر مثلا، السابع عشر على سبيل المثال، 1700 1800، لم يكن هناك مذياع، لم يكن هناك راديو، ليس هناك أي وسائل تقنية، أي شيء للتواصل. فهدول الناس بصراحة يعني شبه جزر منعزلة عن العالم. يعني هم حتى على اللاذقية ما كانوا يذهبوا، كانوا يعني ما يزرعونه كانوا بتعرف عنا طواحين لحد الآن، طواحين من حجر، يضعون الدابة وتدور الدابة حول هذه الصخرة وتطحن الطحين أو الطحين على النهر في طاحوني. يعني أنا أبي، وأنا الحمد لله أحمد الله أنه أنا أعيش هذه الفترة، أنه أبي له شيء من التراثيات حب يعلمنا إياها. فعندما جنينا محصول القمح، وكان نوع اسمه حريرية، ما بعرف هالكلمة منين جاي، انه في نوع اسمه حريرية، نوع من القمح الله اكبر ما اجمله يعني. فابي قال لي بدنا نروح على الوادي الازرق، في هناك طاحونة على الماء.
فذهبنا من مزين إلى الوادي الأزرق وقمنا بطحن الطحين على هذه الحجرة المائية وحصلنا على طحين. فكانت تجربة رائعة بالنسبة لي. فبمعنى هذا الجبل كان منعزل عن العالم. لكن هل من يعني شو بدي اسمي لك اياهم بعلم العسكر اسمهم ضابط ارتباط. لا شك ان هناك في هذا الجبل ضباط ارتباط مرتبطين بالعثمانيين، لا شك بهذا الكلام، ويقومون حركة الجبل أو ما هو توجهات الجبل أو ما سيجري في الجبل. فأنا برأيي اللغة بدها بحث بصراحة. لا أستطيع أن أعطيك إجابة يقينية يعني لكن أنا عثرت على كتاب لعالم إنجليزي، وقد تتفاجأ في هذه المعلومة، أنه هو يقول أن الجماعات عندما تتفرق الجماعة، يعني العرق المعين عندما يتفرق، يعني الآن نحن أنت تعرف أنه اللغة الألمانية تابعة للغات الهندو أوروبية، يعني اللغة الكردية فالهجرات الكبيرة التي تتفرق بها الجماعة البشرية، يقول هذا العالم أنه غالبا الجماعة الأقدم هي الأكثر قابلة لأن تنسى لغتها، والجماعة الأحدث هي الأكثر قابلة لأن تحافظ على لغتها. يعني العملية فعلا بحاجة إلى تفكير. يعني ربما، لا تزعل مني، يكون سكان جبل الأكراد هم أكثر قدما من سكان قرية في الدرباسي من قريتك مثلا على سبيل المثال. يعني بمعنى من الماء، بحسب هذا العالم الذي أخبرك عنه، إن شاء الله أستطيع أن أحضر لك اسمه. هو يقول عندما الجماعة البشرية تتفرق في البلاد نتيجة المجاعات والحروب يقول أن الجماعة الأقدم استيطانا، يعني الأقدم هجرة، هي أكثر عرضة لنسيان اللغة، خصوصا إذا كانت ضمن محيط يعني لا يتماهى مع هويتها العرقية أو اللغوي. نعم، طبعا أنت أجبت على سؤالي الآخر، وهنالك أخت أيضا بيلا تقول أستغرب كيف ما حافظوا على لغتهم. طبعا لبقية المشاهدين الأسئلة الأسئلة التي كتبتوها أنا أيضا كتبتها وسوف أوجهها لضيفي. كنت سأسأله ما هو سبب فقدان أهل الجبل لغتهم الكردية. طبعا الضيف جاوب يعني انه امر صعب الاجابه على هلا الجواب قلت لك معقد، الجواب ليس سهل. يعني انت تعرف ان بالنهايه عندما تقوم بمقارنه بين الدين والعرق، فإن الدين جاذب والدين ساحر. وأنت تعرف أن الدين الإسلامي دين يعني ليس بالدين السهل، هو دين منتظم ودين قوي ودين جاذب وهو دين توحيدي فهذه المسألة يجب أنه ما تشيل من حسبانك أنه الدين الإسلامي قد يكون له دور كبير في نسيان اللغة الكردية في جبل الأكراد. نعم. وهذا لا يعني هذا مو معناته انه هذه مبرر انه واحد ينسى لغته، ولا ايضا نقدا للدين، ولكن انا اقول لك عن سيرورات التغير التي تتعرض لها امه او جماعه بشريه. يعني الدين يلعب دور، الانصهار او ربما يعني موجات التعصب الفاشي سواء كان من قبل او من بعد اللي هو ضد يعني انت تعرف في تركيا عام 1992 حتى سمح بتداول اللغة الكردية. وأنا حابب أحكي بس قصة صغيرة إذا بتسمح لي أستاذ علي. تفضل. عندما كنت ضابطا في مطار حلب، وكنت في ورشة اسمها ورشة الطيار الآلي، فكان يعمل معي مساعد من عفرين، قرية تابعة لعفرين، اسمه فوزي أبو رشيد، لا أعرف وين صار هلا، سمعت أنه صار لاجئ في النمسا. هذا المساعد أبو رشيد جاء لعنده ضيفا من قسم آخر، الضيف أيضا كردي، فأراد أن يعني يستضيفه بقهوة، فحب يضيفه ويكرمه لهذا الضيف، فصاروا يحكوا مع بعضهم باللغة الكردية.
وأنا ما كنت يعني أرى هذا الأمر سيء، لأنه لا أعيش عقلية المؤامرة أو والله إن عم يتآمروا علي أو عم يسبوني باللغة الكردية مشان ما أفهمون. بالعكس، هو بيعرف أنه أنا قلت له أني من أصول كردية، وتعاملت مع الأمر بروح رياضية وشيء جميل يعني. إلى أن دخل العقيد مرهج وقام بتوبيخ المساعد فوزي: ليش عم تحكوا باللغة الكردية؟ فهمت علي؟ والعقيد يعني مستمد هذه المعلومة من أين؟ من النظام، لأنه اللغة هي لغة المؤسسات الدولية، ولا يسمح بتداول أي لغة ثانية في تعرف أنت هذه المسألة في سوريا. فأنا أريد أن أقول لك أمر، يعني الطيور تغرد بأصواتها، الشحرور له صوت معين، البلبل له صوت معين، صح ولا لا؟ حتى الحيوانات تملك لغة، يعني النباح هو لغة للكلاب، صح ولا لا؟ صح. نعم. أنت عندما فكيف إذا صادرت حق إنسان من التعبير عن هويته بلغته الأم؟ هذه جريمة كبيرة جدا لو واحد يفهم فيها. يعني أنت عندما تقول أن هذا الكردي ممنوع له أن يغني الفلكلور الكردي، ممنوع أن يعبر عن مشاعره باللغة الكردية، أنت تمارس جريمة ليس لها مثيل في تاريخ المجتمعات البشرية. يعني الشيء اللي صار مع الشعب الكردي، أنت تعرف الأماكن اللي عم نقصدها يعني بصراحة. فهذه جريمة. يعني أنت عندما تحرم إنسان من أن يعبر عن لغته، فأنت عم تحاول بطريقة وحشية أن تسلبه حرية التفكير في داخله في ضمير، لأن اللغة الأم هي الضمير، هي الضمير. أنت عم تحكي بضميرك ومشاعرك الداخلية. فهذه جريمة ما يجب التهاون ولا الاستقلال منها ولا السماح بتكرارها في أي دولة من الدول، إن كان في الشرق أو في الغرب. فنحن شو صار بجبلنا، شو صار لحتى وصلنا لهذا الموصول، والله لا أعرف. يعني بدها دراسات، لكن أنا برأيي في شيء سيء أكيد جعل هؤلاء الناس يعني ينسون لغتهم وليس يهجرونها عن سابق إصرار أو يعني تقصد. صح. صح. لذلك أريد أن أسألك، هنالك بعض الكلمات الكردية التي تحتفظون بها، يا ترى تعطيني أمثلة؟ كثير والله أبصن ما يعني مثلا عندنا مثلا عيلة بيت جناورو، مثلا جناور هو الوحش على سبيل المثال. صح. يعني أظن إن شاء الله بدي أعمل بحث بهذا الأمر. أنا أظن البحث في أدوات الزراعة، ماذا نقول عن هذه العدة؟ بتعرف العدة التي يستعملونها في الزراعة؟ صح. من خلال البحث في هذه الأسماء العدة أنا بظن ممكن نكتشف كثير مصطلحات كردية على سبيل المثال. بظن كثير يعني. بس أقرب، إذا لاحظت أنا في جبل الأكراد دائما يعني الأو حاضرة في جملهم. هلا هذا بحث عميق، ليش الأو حاضرة أيضا؟ يعني حتى إذا واحد بده يدلع الثاني يابو، نحن ما بنقول أبي مثلا أو بابا، هلا الأجيال اختلفت، يابو يامو فهمت علي يعني؟ آه يادي، هل آه تلفظونها يادي؟ يادي آه أم لا؟ شو هي يادي يادة؟ شو يعني يادة؟ عن الأم. لا، الست نقول لها والله. بس بتذكر انا انه عندما كانوا يخضون اللبن من اجل استخراج الزبدة منه بهذه الفخارة، كانوا يستخرجون الزبدة وما يبقى اسمه الدو هذا وطيب جدا على فكرة الدو يعني. نعم. نعم. من خلال هذه التعابير فينك تعرف انه هاي يعني ما يتعلق في المأكل والمشرب وعدة الزراعة، تستطيع ان تكتشف بعض المصطلحات. او مثلا يعني اضربوا، يعني ليخو كف مثلا، ليخو عنا ليخو. عندكم ليخو؟ ليخو ايه عنا اياها، نعم. ليخو يعني اضربوا بالكردي. نعم. عنا على سبيل المثال قلت لك يعني انا لما عم اقول لك بالقرن السابع عشر او الثامن عشر ما في اي تقنين للتواصل. من الذي الهم هذا المزارع ان يسمي النبع في اسفل القريه نبع قامشلو؟ يعني في شيء ما مزبوط. يعني حتى هذا الرجل
يعني لا مؤرخ، يعني ما كان عندنا نحن مؤرخين، ما كان عندنا علماء والله يعني على مستوى، تعرف انت شعب بسيط. وبالتالي من الذي يعني علم هذا الانسان انه يسمي هذا النبع قامشلو او أي قامشلي؟ نبع؟ يعني العفو، حدد لنا أستاذ، أي في نبع؟ في في اسفل القريه عندنا نبع اسمه نبع قامشلو او قامشلي. في قرية مزين يوجد نبع نعم. اسمه قامشلو. ابدا. ونبع اخر اسمه جردون، وبس جردون ما اعرف شو معناته، والله ما اعرف شو جردون، والله ما نعرف. نبع غزير اسمه جردونو. قن الدجاج، شو عم تقولوا عن قن الدجاج؟ القن. تتذكر ولا لا؟ عم تقولوا بين ولا لا؟ بين، في عندكم بين أو ما كيف؟ في؟ بين. شو هو؟ عن قن الدجاج. كيل. بين. شو ب. اسمه؟ بين. مم. قن الدجاج، إذا في تسمية. ما- طبعا هنالك عائلات اسمها رشو، كما قلت جناورو من جناور أي الوحش. وقرية تردين عندنا تردين بمعنى الشبه مجنون. في قرية اها. باصور، با هواء، نعم. صور أحمر، أنا هواء وادي قوي. باص. وادي باصور عفوا. وقرية باشورة، با الهواء، باشورة. ايوه هي قرية، نعم. وفي عندنا شور ضمن سيف. بجانب باشورة عندنا جبل كامل، وكان لدينا أرض بهذا الجبل وحتى الآن، لكن أبي قام بمبادلتها لأنها بعيدة عن القرية. جبل شمو. جبل شمو. يعني شمو. اسمه جبل شمو. مين هذا شمو؟ ما نعرف. يعني شغلة بتدوخ فعلا. تمام. يعني طيب. طيب أستاذ، كيف تنظر السلطة الحاكمة في دمشق لكم أنتم في جبل الأكراد؟ تنظر إليكم على أنكم كرد أم عرب؟ مرة الجواب مضحك ومبكي أحيانا. طلبني رئيس فرع الأمن السياسي في دمشق آه، نتيجة تقرير يعني، فطلع فيني وكذا منصور حسنو. قال لي حسنو أنتم أكراد، أنتم من جبل الأكراد. فكان جوابي قلت له أنا من أحقر مكان في سوريا. فتفاجأ. قال لي يا لطيف ليش؟ قلت له لأنه نحن يقال عنا أكراد، ولكن أكراد الجزيرة لا يعترفون علينا، فأكلين هوى منهم. ولهجتنا تشبه العلوية، ولكن العلوية يعرفوننا أن من جبل أكراد فكاشفيننا، لا يقبلون أيضا على أننا عوليين رغم أننا نقول بالقاف مثلهم. وأهل المدينة ينظرون إلينا نظرة هذا من جبل الأكراد. فقلت نحن متخوزقين من كل الجهات، الكل لا يعترف بنا. هل عرفت لماذا أنا من أحقر مكان في سوريا؟ ف ف فهذا دليل على الأزمة اللي قلت لك بعيشها جبل الأكراد. واللي أنا بدعي إنه الأجيال الجديدة يعني ما تعمل لي حالها فهمان كتير وتتعير من كرديتها وما بعرف إيش ويعملوا حالهم. ما حدا يتعير من كرديته أبدا. لذلك أنا يعني في المآتم والتعازي كان يعني كان يجينا يعزي من سلمى أبو فراس الحجي، إذا سمعان بقرية سلمى. طبعا. فكان أبو فراس الحجي كان هو الوحيد الذي يعني يلبس اللفة اللي تشبه لفة البرزاني الحمراء ويعزي. وفي كل خطبة يلقي أنه هذه هويتنا ولا ننساها. وكان جدي أحمد حسيب حسنو دائما هو الوحيد الذي يعني يصفق له ويقول له نعم صدقت. فهمت علي؟ ف فأنا برأيي يعني هذا فلكلور. أبي لما كان يروح على الصيد أيضا، لما يكون يروح على الصيد على الجبل، يعني هذه العادات ما بتجي عن عبس. فهمت علي؟ يعني أنت تعرف واحد طريقة لباسه لما كان يعني يحط اللحشة يحطها بطريقة واضحة أنه كردية، لحشة حمراء. أبوي بعمره ما لبس لفحة سوداء. يعني دائما هاي الحمراء. ليش؟ ما بعرف. فهمت علي؟ نحن كمان وبهذا نلبسها. الشكل عندما يذهب بالفل... إلى الصيد إلى الجبل. نحن كمان بالفلاحة نلبسها. أيوة نعم نشتغل هذا. بالأرض. نعم. ف يعني
أنا ما أدعو للتعصب، أنا أذم التعصب. التعصب مذموم في كل طائفة وفي كل دين وفي كل عرق وفي كل ثقافة، لكن نحن ندعو أن نكون موضوعيين ولا نخاف من طرح القضايا ونتجرأ مثل ما تجرأت أوروبا ونكشت ماضيها وتصالحت معه وبحثت عن جذورها. هذا ما عيب أبدا أبدا، فهمت علي؟ مو عيب يعني أبدا. إذا بتقرأ هلأ بتفتح على ويكيبيديا على سبيل المثال أخي علي، على أي فيلسوف أو أي عالم فكر، شوف شو بيحكوا عنه: ولد في القرية الفلانية، وتعمد في الكنيسة الفلانية، وتحول إلى الكاثوليكية بعد أن كان. هذا ما في شيء، ما مو عيب يعني. ما أنا ما عم بشلف الحكي شلف. نفس الشيء لما بتقرأ عن أبو حنيفة النعمان الفقيه المعروف، وكانت أمه فارسية. الزمخشري كان فارسي من هذا مو عيب. ابن خلكان على سبيل المثال، احمد شوقي. هذا مو عيب انه واحد يقول انه بعلم التوثيق انه والله الاصول الكرديه فهذا ما نو ابدا ابدا يعني. انا برايي بالعكس، هو مصدر للتصالح مع الذات ومع التاريخ ومع الناس، والتخلص من عقده النفاق والمجامله والانطواء مع الاخر والتماهي فيه. التماهي مع الاخر كارثي بصراحه. نعم. طبعا مثل ما فهمت منك أن كان هنالك تمييز، هم ينظرون إليكم على أنكم كرد. النظام. يا اخي، ما بس تمييز لهذا تمييز قبيح، تمييز مذموم. يعني على سبيل المثال في قرية مزين، عدد الذين توظفوا في الدولة، ويجب عليك أن تضحك أيضا ويضحك المشاهدين معك. في قرية مزين كان لدينا ربما 5 موظفين في الدولة. وعدد سكانها كثير طبعا. و1000 نسمة، نعم. 1500. نعم. هدول 5 هدول موظفين نتيجة شهاداتهم أو يعني خبراتهم يعني عن جدارة. فالله بعث لنا واحد من عائلتنا اسمه أبو علي عيشو، الله يرحمه، تزوج امرأة علوية. وهذه المرأة العلوية أصبح أخوها مدير شركة الريجي في اللاذقية، مدير شركة التبغ الدخان أو التوتون. نحن بنسميه التوتون في جبل الأكراد، توتون. توتن. نعم. نعم. فأهل جبل الأكراد ذهبوا إلى مزين، ذهبوا إليها يعني ويباركون بالعرس، وأصبحت سهرة يعني هي علوية، ولكن فعلا لم أرى مثل أخلاق هذه المرأة بصراحة يعني، رحمة الله عليها. فقالوا لها ساعدينا بصراحة، بدنا نوظف الشباب، عنا الشباب. فقامت بتوظيف 20 رجل من القرية. فهمت علي الموضوع؟ يعني هذا بدلك شقد في مشكلة عنا يعني. وقس على ذلك القرى الأخرى. للأسف الشديد حتى المدارس عمرت جديدا في جبل الأكراد. يعني حتى المدارس اللي هن مع التعريب وكانوا بدهم يعربوا الناس، المدارس المبنية بشكل حديث أيضا لم تكن قديمة في جبل الأكراد. إذا وكانوا، وأنا تفضل. برأيي الأعراس والحفلات قبل أن يدخل التعصب والتلفزيونات والبروباغندا الإسلامية عن طريق الفضائيات الدينية، جبل الأكراد يتميز بتدين بسيط ولا أجمل منه في العالم. وأنا برأيي تدين جبل الأكراد هو تدين ليبرالي دون أن يعرف ما هي الليبرالية. يعني متسامح، منفتح، محب، كما هي. يعني جمع الشعب الكردي في جبل الأكراد بين خصائص الإسلام الطبيعية والفطرية وبين خصائص العرق الكردي المعروف عبر التاريخ، اللي هي الطيبة وكرم الضيافة والشهامة. يعني نحن على سبيل المثال بدي أعطيك دليل كبير جدا على أصولنا الكردية، ولا أعرف إذا كانت موجودة عندكم هذه المسألة. في جبل الأكراد إذا صار عندنا حادثة كبيرة وأدت إلى مقتل أحد، يعني طبعا وهذه نادرة ما تصبح في المجتمعات المدنية أو الإسلامية، رح نقول اللي عنده ثقافة إسلامية، بتعرف في شيء اسمه دية. حتى بالقرآن نص إنه في دية، يعني لازم تدفع إذا قتل خطأ دية. عنا في قرية مزين أو القرى المحيطة فيها ما يعرفون، يعتبرونها عيب. شو دية وما دية وما بعرف إيش، وفهمت علي؟ يعني كان آخر هم هذا الشعب إنه
المال او يعني شعب بسيط، ولكن ايضا له كرامه كبيره جدا يعني. وهي احد يعني ممكن يصبر على الجوع والمر ولا يخنع. طبعا موضوع التدين المعتدل، الدين المعتدل، نفسهم نفس الكرد، نفسنا الناطقين بالكردية، أقصد. نعم هم ينطقون نعم العربية، نحن ناطقين بالكردية. نعم نحن أيضا تديننا معتدل جدا، نقبل بالآخر ومتسامحين إلى حد بعيد. كنت سوف أسألك عن العادات في جبل الأكراد، المشتركات. أنت تقول عاداتك وأنا أقول هل هي مشتركة أو لا. في الأعراس، نعم هل صحيح في نعم. الأعراس أنتم تشعلون النيران في الليل مثلا؟ أه والله بدي اتذكرها هي ما أنا سمعتها طبعا من أهل الجبل، قالوا نحن كنا نشعل النيران في الأعراس. لانه الشباب بيسهروا، أي طبعا، لانه كان في كل حاره، انت تعرف، في عباره عن كل حاره بيكون في مثل ساحه صغيره. آه، فانه مشان الشباب انه عرس مبسوطين ممكن يشعلوا النار، بس شو رمزيتها شو ما اعرف صراحه. تمام. فهمت علي؟ تمام. لكن في الاعراس الشعبيه، آه، قلت لك قبل ان يبدا الاسلام بالميديا والتلفزيونات والفضائيات، كان عادي جدا انه يصير العرس، الصبايا والشباب عم يشوفوا بعضهم، ما انه والله يا لطيف كل واحد خايف بالثاني وما بعرف ايش وهالامر هيدا. كانت يعني مختلطة حتى الأعراس. يا اخي حتى الحجاب كان مختلف، حتى الحجاب كان مختلف. يعني كانت المرأة تنزل على الارض مشمرة هيك، فهمت علي؟ مشمرة. النساء على يعني انا رح اعطيك صورة. يعني الحجاب هذا هو الحجاب، يعني كان عبارة عن إشارب ونصف الشعر مبين مثلا، على سبيل المثال. فهمت علي؟ بعدين الله بعث لنا ناس أراد إنه هذا كله دين غلط وهذا الدين الصح، وبلشت الناس يعني. فهمت علي؟ فيعني نعم. آه يعني هو بالأخير أيضا كل هذا الأمر الذي أقول لك مرتبط بأزمة الهوية يعني. وهذا الشيء اللي أنا بدعو له من هذا المنبر، إنه شباب جبل الأكراد يعني لازم أن يفصلوا بين الانتماء اللي راح نسميه اللساني أو الدموي، باعتبار نحن لا نحسن الكردية ولكن دمنا كردي. فهمت علي؟ أو العرق كردي. هذا الأمر لا ينفصل عن الإسلام. يعني مو معناته يا لطيف لازم يكون هدول ضد مع بعض. نعم. فينه واحد يحافظ على هويته العرقية او هويته الاثنيه، واذا بده يتدين يعمل اللي بده اياه، ما في تناقض يعني. صح. هنالك البعض أعرفهم نعم من أبناء جبل الأكراد يصرون على أنهم غير كرد. هم مستعدون على أن نعم يجعلوا أصولهم آرامية، مم. سريانية، أي قومية أخرى، بشرط ألا نعم. يكونوا كردا. يا ترى ما هو السبب؟ هناك اكثر من سبب. السبب عليك ان تعرف اين يجلس صاحب هذا الراي. يعني الموقع الجغرافي الذي يجلس به عليه ويعتاش منه ويسترزق له دور في تحديد رايه. اثنين، السبب الثاني اخ علي، ان البعض يرى انه الاكراد كمان ماشي منيح، يعني شوفوا شو عم يعملوا كمان ما بدنا. فهمت علي؟ يعني البعض ايضا له هذه الوجهة نظر. الرأي الثالث يرى ان السلطة باقية والى الابد الابدين، فيا اخي شو بدي من هالعلقة هذه؟ يعني شلون لا بقول عن حالي فينيقي ولا بقول عن حالي كردي؟ لانه الفينيقي عادي هلا صار نغمة النظام، بتعرف انه اذا واحد قال عن حاله سرياني او فينيقي لا، هي ما هي مشكلة، بس كردي مشكلة. صح. فيعني عليك أن تعرف هذه الدوافع. لكن عندما تتوازن هذه المجتمعات، لأنه الآن الكل طايش حجره، لا تفكر هلأ العلوي طايش حجره والكردي طايش حجره والسني طايش حجره والدمشقي والحلبي، الكل فايد ببعضه. الكل غير متوازن، لا نفسيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا ولا حتى على مستوى رغيف الخبز، غير قادر على هذه الامور كلها عم تلعب دور في عدم خلق بيئة صحيحة لأن الكل يعبر عن رأيه.
الكل الآن يزيف وينافق ويكذب ويدجل ويزاود حسب الموقع وحسب المكان وحسب الربح والخسارة. ولكن عندما تتجاوز المجتمعات في سوريا هذه الأزمة برأيي في كل الأطياف، لابد أن يعني يستعيد كل عقل وكل فرد توازنه، يعني سواء كان عربي سوري ولا كردي ولا الكل. يعني لا يمكن لعاقل أن يقول أنه أنا على سبيل المثال ضد تهجير الناس في مكان معين، ولكن أنا مع تهجير الناس من عفرين. يعني ما بصير. في عندنا الأخلاق يجب أن تكون ثابتة، الإنسان بده يكون صاحب مبدأ. يعني الكل تعرض لظلم، لكن يجب أن يعني يحدد كل شيء ونعرف أين المشكلة وأين الخلل. نعم. طبعا أنت تحدثت عن بعض طبائع الكرد في جبل الأكراد، وتحدثت عن ثقافتهم، بعض عاداتهم سواء في الصيد أو في الأعراس. طبعا سوف أبدأ بأسئلة المشاهدين، بعد ذلك لي حديث قصير معك. جين علي يسأل بالنسبة للزواج، هل تتزوجون من قوميات أخرى سواء أن الشباب أو البنات؟ نعم أو لا؟ الجواب أن رجلا كرديا من معبدة، شو اسمه الآن بالكردي لا أعرف، معبدة قركيلة كان يخدم في العسكرية في اللاذقية، وتعرف على قريبة لي من بيت بقداش وتزوج بها وأخذ معه، ونمت في بيتهم يومين أو ثلاث في قامشلو. إذن تزوجت من كردي. نعم. فهذا الأمر ما في مشكلة. في قريتنا على سبيل المثال هناك أكثر من عائلة من أصول علوية وبقوا في جبل الأكراد، وأصبح تزاوج فيما بينهم. وهناك ناس أيضا يعني شباب تزوجوا علويات، وهناك علويين تزوجوا سنيات عربية، يعني كرديات من جبل الأكراد. يعني تعرف أنت الأمر كثير منفتح بهذا الأمر. جبل الأكراد قلت لك جبل غير متعصب، في تحقق شروط معينة طبعا، اللي هي القبول والحب وهالأمر هذا، ما أنه غصب أيضا يعني. نعم. أريد منك رسالة للكرد الناطقين بالكردية من عفرين إلى ديريك، أنت كابن جبل الأكراد، ماذا تقول لهم؟ ما هي رسالتك لهم؟ أقول لهم أن الانتماء ماء، وبالتالي طالما الكردي وهو يشرب هذا الكأس الماء يشعر أنه يشربه بالطريقة الكردية وبالأنفاس الكردية، فهو كردي حتى لو لم يكن يحسن الكردية. جميل. نعم. أتمنى أن تصل هذه الرسالة وهي مفهومة. وبالعكس، هذا جزء من تطور العقلية الكردية الثقافية والعالمية. يعني نحن عم نحكي ثقافي لنرفض أنه حلم. هل أنت تعرف كردستان هو حلم؟ خلينا نثبت هذه الكلمة. والحلم شيء مو سيء أن يحلم الإنسان، حتى لو تحقق أو لم يتحقق هذا الحلم. العيش على الحلم هو بحد ذاته إنجاز أنا برأيي. وبالتالي تطور المعنى الكردي، الروحية الكردية إذا سميناها، إذا صحت التسمية، الروحية الكردية يعني بمعنى من المعاني هي أشمل من اللسان الكردي. يعني اللسان هو جزء من الهوية، لكن الروحية هي جزء أيضا من الهوية. ما بعرف إذا فهمت علي الموضوع. نعم، عشت وعاشت هويتك الجميلة. الله يبارك. تأكيد. يعني في فترة من الفترات أنت تعرف مين اللي اشتغلوا في الإسلام وقدموا للإسلام يعني مرت فترة من الفترات هم الأعاجم ما أقصده الأكراد والفرس والطاجيك والأوزبك، يعني الإثنيات الغير عربية هم أكثر من قدم للإسلام وللعلم وللمعرفة
هؤلاء رغم أنهم قدموا علوم ذهبية للإسلام لم يتنكروا لهويتهم. ما قالوا إنه نحن والله هذا يا لطيف، لا، يعني بالعكس ظلت مصدر فخر لهم. صح صح. ونحن كمان نفتخر فيكم بأمثالك، وهن كتر بارك الله. والحمد لله. نفتخر بكم، أخوة مثلكم مثلنا. فقط موضوع اللغة بإذن الله سوف تعودون، لا عاجلا أم آجلا، إن ليست شاء مش الله. مشكلة. بالنسبة للشهيد مشعل تمو، كنت على تواصل معه، كان نعم، هنالك الله يرحمه. اتصال. وكنت أنت كنت أخ... كنت أخطط لمثل هذه اللحظات، لكن للأسف الشديد نحن، قلت لك نحن بلد استثنائي بصراحة، ولا يعني لو كان لو كانت الدكتاتورية في سوريا هشة برأيي ما في أحلى من التواصل الكردي بصراحة يعني. صح صح. بإذن الله سوف نتصل، سوف نتواصل ونتصل لغويا أيضا وجغرافيا أيضا. الموضوع متصل، لا يوجد هنالك فرق أبدا. إن كانت لديك كلمة أخيرة تفضل، وبعدها ننهي. والله أنا بحب إنه يعني الجيل الجديد اللي عم يطلع بجبل أكراد، اللي المحنة يعني خلته يتشرد ويعني نتحول مثل، يعني مثل راح نسميه تشبيه حلو مثل الرمانة، لأنه نحن الرمان جزء أساسي من جبل الأكراد ومزين. فهي الرمانة بس تتشقق بيطلع بيطلع هيك الحبات بيفرطوا، فهمت علي؟ فنحن كشعب فرط الآن في فهذا الأمر، أنا أقول لهذه الأجيال اللي حست حالها عبارة عن حبات فرطت وطلعت من الرمانة، إنه كونوا أوفياء لأمهاتكم وأجدادكم فقط. يعني كونوا أوفياء لهؤلاء الأمهات اللي ما معهم شهادات، أو لهؤلاء الأجداد اللي ما معهم شهادات، ولكن دائما دائما يعني كانوا يفتخرون نحن أكراد. وهذا شيء يعني ما لازم ننسى أبدا. هاي وصيتي أنا لهالأجيال الجديدة اللي عم تطلع وضايعة وما بتعرف شو بدها. إن شاء الله في ودوروني نبهة انه يا اخي خليك متدين، لك ما حدا طاحش عليك، ما حدا راح يسرق منك الاسلام. عرفت شلون؟ ما حدا راح عظماء الاسلام كلهم يعني بالاخير في منهم اكراد يعني. فانت خليك مسلم، ما عم نقول لك اترك الاسلام وتعال افتخر بقوميتك، يعني ما في تناقض بين الموضوع. خليك مع هويتك الكرديه و... وعيش اسلامك اللي بدك اياه، صح او دينك اللي بدك اياه. صح. لا يتعارضان أبدا مع بعض. أستاذ منصور، زول سباس، أي شكرا جزيلا. بارك شكرا الله فيك، لكل من شكرا لك. تابعنا نعم. بداية، والشكر الخاص لابن جبل الأكراد، ابن قرية مزين، إما مزن أو مسين لا بالمحصلة. أرجع بدأت أنت يعني حركت لدي نقطة مهمة، معلومة ذهبية، هي فعلا من الإبريق 90%. بداية أنا قلت من الإبريق، الأخ فهد كتب ربما مزن. لأنه نحن لدينا عيون تتفجر من الجبل. طيب أنت شو الأداة القديمة اللي كنت بدك تستعملها حتى تشرب في مسين هذاك الوقت؟ مسين. فهمت علي؟ فهذا يرجح هذا الكلام 100%. تمام. وفواز عنترات والأستاذ موسى كمان، سلافو ريزبو وحموها لكل المشاهدين من سمع أو سوف يسمع هذه الحلقة القيمة. ديا بيلا تطلب منك أم بيلا من قامشلو، امرأة كردية على العين والرأس. بدنا من الضيف كمان يتعلم الكردية، وتحية كبيرة له. هيك عم تقول. بارك الله فيك. إلا المشكلة عم نتعلم اللغة الألمانية وحاسين حالنا. لكن شوف، اللغة الكردية ليست لغة صعبة بصراحة بالنسبة لي. ليست لغة، ما هي لغة يعني ما هي صعبة أبدا أبدا. لكن أنا الذي أرجوه أنه فعلا يطلع عنا لغويين أكراد. يعني هي عم تطلب مني شيء، أنا عم بطلب منها شيء. هي عندها استطاعة أنه أولادكم يعني يدرسوا بعمق، خصوصا نسبة اللاجئين اللي صاروا في أوروبا كبيرة جدا، صح ولا لا؟ نعم هدول انا بتمنى منهم ما بس يدرسوا طب، يعني انصرعنا بالطب يا اخي كله بده يصير طبيب. انا بدي اياهم يدرسوا انثروبولوجيا، يدرسوا علم اللسانيات، فهمت علي؟ صح هدول هن املنا انه يخلقوا معاجم عنا نفتخر فيها، انه هذا معجم كردي. هذه لغه ليست لغه اجت امبارح، هي لغه عمرها بجوز 3000 4000 سنه، فهمت علي؟
فنحن هذا اللي بحاجه له. ومثل ما انت شايف ورا مني هي المكتبه، فهمت علي؟ انا بدي انه المثقف الكردي بيوم من الايام بعد 20 سنه تصير هي كلها كتب كرديه بالفلسفه والسياسه وعلم النفس والروايات بصراحه. يعني ما بس انه شعر، كل ما بشوف كردي باوروبا والله شاعر، كله صار شاعر. ما بدنا شعر بس، بدنا كمان يصير عندنا ناس كبار في الفلسفه والفكر والسياسه. هذا اللي بدنا اياه. صح صح. ابو دلو، وانا ان شاء الله راح احاول بمعيتكم ان شاء الله. تمام، حاول حاول. ان شاء الله. ابو دلو، انت كمان شكرا لك. حسن قمو وعلي اسماعيل، كل الشكر لك استاذ الله يبارك منصور فيك، شكرا لك. حسنو. ان شاء الله نلتقي شكرا. في لقاءات اخرى. بارك الله فيك، الف شكر. لك الشكر، دمت تحياتي. بخير. يا سلام.